حالة من الهجوم الشديد تعرض لها المطرب حسام حبيب بعد الفيديو الجديد اللي انتشر ليه مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهم في لبنان، وظهرت فيه شيرين عبد الوهاب وهي بتغني لفيروز بحبك يا لبنان، بينما ظهر حسام حبيب وهو يتناول الكحوليات على حد وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تسبب هذا الفيديو في حالة غضب كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي وجهوا اللوم للمطرب حسام حبيب لكونه تحول من مطرب مشهور لشخص ليس لديه ما يقدمه سوى الظهور مع زوجته شيرين عبد الوهاب. بيعتبر هذا الفيديو المتداول حديثا هو الثاني اللي ظهر فيه حسام حبيب بصحبة زوجته شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهم في لبنان، بعد الفيديو الشهير اللي ظهرت فيه شيرين وهي بترقص على الطاولة وبتحاول تقبيل حسام حبيب أمام الجميع. صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ليها هي وزوجها الفنان حسام حبيب في أحدث ظهور ليهم من أحد الملاهي الليلية. لاحظ الجمهور عدة مفاجآت، وهي إن وزنها لا يزال زائدا، كما تعاطفوا مع ابنتها التي كانت تنظر إليها بشفقة على رأسها الهستيري على أغنية آيا ليل. بتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها الغنائي في الكويت يوم 12 يناير المقبل.